عندي مرضى هواية يراجعوني مثلا شباب أو شابات صغار. أي ألم بالصدر يقول لك عندي قلب، أو عنده خفقان يقول عندي قلب، ورأسا يأشر لي أنه قلبي يوجعني. هو ألم القلب غير شكل. أولا يعتمد على العمر، يعتمد على الأمراض المزمنة الموجودة، سواء عنده سكر، عنده ضغط، عنده كوليسترول، هذا ممكن يهيئ لآلام القلب. فهواية مثلا ناس عندهم شد عصبي، عندهم امتحانات، عندهم قلق نفسي، هذه كلها ممكن تسبب خفقان. الخفقان ممكن يكون سبب شد عصبي، تفكير هواية، ممكن غدة درقية سامة، ممكن فقر دم، إجهاد، كله يسوي خفقان. الآلام الصدر دائما احنا نحدد الآلام من فحص المريض. ألم القلب أولا الصدر ما يوجع كصدر، أولا الألم يكون داخلي نسميه ريتروستيرنال، ومن تفحصه بإيدك ماكو أي ألم. فأي ألم من المريض يأشر بصبعه أنه هذا قلبي، هذا مو ألم قلب. أكثر الآلام خاصة بالشباب أو حتى الكبار، مرات بالفحص من نفحص نلقى الألم بالقفص الصدري، إما تمزق عضلي أو التهاب مفاصل عظم القص يسبب آلام. عندك مثلا التهاب غشاء الجنب، استرجاع المريء أيضا يسبب آلام بالصدر. كل نوع وآلامه تختلف. أما القلب الألم ماله يختلف، يعتمد على نوع المريض. أكو مرضى أصلا ما عنده ألم بالصدر، بس هو ممكن عنده ذبحة صدرية أو عنده جلطة قلبية، خاصة اللي عندهم سكر، عندهم ضغط، وخاصة السكر يصير عنده فقط ضيق بالنفس بدون ألم، وهذا ممكن تكون جلطة قلبية أو يكون ذبحة صدرية أو ذبحة غير مستقرة. فهذه المريض هو يحدد نوع الألم وشنو السبب. فالمريض مو كل من صدره يوجعه والله عندي قلب، لا، راجع الطبيب حتى يفحصك، يشوف شنو الأسباب اللي وراء هذا الألم ونوع الألم، حتى نعرف أنه هذا السبب هو قلب. لأنه الصدر ممكن يوجع، العضلات ممكن توجع، الأضلاع ممكن توجع، المفاصل ممكن توجع، غشاء القلب أيضا ممكن التهاب فيروسي يسبب ألم بالصدر، التهاب فيروسي، استرجاع المريء، كلها تسبب ألم بالصدر. فالمريض لازم يراجع الطبيب حتى يعرف شنو سبب الألم وشنو نوع الخفقان. أيضا الخفقان لازم يفحص المريض، يسوي له تخطيط قلب، لأن الخفقان أنواع عندنا وعدة أنواع، وكل نوع له علاجه. فالمريض مو بكيفه يتعالج ومو بكيفه يشخص الحالة.